توني كاروس، مهندس خط الوسط الألماني وأسطورة ريال مدريد. مقدمة. توني كاروس أحد أعظم لاعبي خط الوسط في العصر الحديث، يعد بمثابة عقل ريال مدريد المحرك في سنواته الذهبية. منذ انتقاله إلى النادي الملكي في 2014، أثبت كاروس نفسه كلاعب لا غنى عنه، بفضل رؤيته المذهلة في الملعب وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب. البداية المبكرة من ألمانيا إلى العالمية. ولد توني كاروس في 4 يناير 1990 في غرايفسفالد، ألمانيا. بدأ مسيرته الكروية مع نادي غرايفسفالد، ومن ثم انتقل إلى أكاديمية بايرن ميونخ الشهيرة، حيث تدرج في الفئات السنية المختلفة. أهم محطات مسيرته في ألمانيا: 2007 شارك كاروس لأول مرة مع الفريق الأول البايرن ميونخ في سن 17 عاما، ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين يرتدون قميص الفريق البافاري. من 2009 إلى 2010 تمت إعارته إلى باير ليفركوز، حيث أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الألماني. من 2010 إلى 2014 عاد إلى بايرن ميونخ، حيث حقق العديد من الألقاب المحلية والدولية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في 2013. الانتقال إلى ريال مدريد. في صيف 2014 انتقل توني كاروس إلى ريال مدريد بصفقة قدرت 2.5 مليون يورو، والتي اعتبرت في ذلك الوقت واحدة من أفضل الصفقات في تاريخ النادي من حيث الجودة والسعر. أبرز إنجازاته مع ريال مدريد: من 2014 إلى 2024 أصبح كاروس جزءاً أساسياً من تشكيلة ريال مدريد، حيث ساهم في تحقيق الفريق ل4 ألقاب دوري أبطال أوروبا 2016، 2017، 2018، 2022. الدوري الإسباني، فاز بالليغا 3 مرات مع ريال مدريد 2017، 2020، 2022. كأس العالم للأندية، فاز بالبطولة 5 مرات مع الفريق الملكي. القدرات الفنية وأسلوب اللعب. يعتبر كاروس من أكثر اللاعبين دقة في التمرير في العالم، بفضل قدرته الفريدة على توزيع الكرات والتحكم في إيقاع المباراة. يتميز بقدرته على تنفيذ التمريرات الطويلة والقصيرة بدقة متناهية، بالإضافة إلى تسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء. أهم سمات أسلوبه: دقة التمرير، يملك نسبة نجاح تمريرات عالية جدا، مما يجعله لاعبا لا غنى عنه في بناء الهجمات. الرؤية، يمتلك قدرة ممتازة على قراءة اللعب واكتشاف المساحات. التحكم في إيقاع اللعب، يستطيع تغيير وتيرة المباراة بفضل هدوئه وتحكمه بالكرة. التسديد من بعيد، يمتاز بتسديداته القوية والدقيقة من خارج منطقة الجزاء، مما يجعله خطيرا في الكرات الثابتة والمتحركة. التحديات والطموحات. على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها كاروس، فإنه يسعى دائما لتحقيق المزيد. ما زال طموحه الفوز بمزيد من الألقاب مع ريال مدريد، وتقديم أداء متميز على المستويين المحلي والدولي. أبرز الطموحات: استمرارية الأداء العالي، الحفاظ على مستواه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. الفوز بالمزيد من البطولات، إضافة المزيد من الألقاب إلى خزانته، سواء مع ريال مدريد أو المنتخب الألماني. ترك إرث عظيم، أن يكون واحدا من أساطير كرة القدم التي يتذكرها الجميع لعقود. الخاتمة. توني كاروس، بموهبته الفذة وشخصيته القيادية، يعتبر من بين أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم. مع استمراره في تقديم الأداء المتميز، سيظل كاروس لاعبا يحتذى به، وأحد أعمدة ريال مدريد والمنتخب الألماني.